السلام عليكم الإخوان والأخوات، كلشي بخير لاباس عليكم الحمد لله. دوزيام فرانسيس، هكذا كانوا أجدادنا كيسميو الجزائريين الفرنسيين من درجة ثانية. اليوم سنكتشف أن كالعادة أجدادنا كانوا على حق، وأن الجزائريين مجرد فرنسيين من درجة ثانية، وأن من 1903 إلى 1934 والمقاومة المغربية تحارب ضد الجزائريين لابسين حوايج فرنسا. قبل ما ندخلوا في الموضوع نشوفوا بعض الصور. مدينة الدار البيضاء 1907، امباركمون ديال التيغايور متوجهين إلى العاصمة الجزائر. في هذه الصور غنسمعوا بزاف كلمة تيغايور وسباي وليجيون اترونجير، هادو كلها مسميات ديال فيالق ديال الجيش الفرنسي، حنا غادي نشرحوها من بعد. شوفوا الصور. مدينة السطات، مدينة الدار البيضاء، الجنود الجزائريون في المغرب، الجزائريين منطقة بني زناسن. هذه صورة نادرة جدا، كنظن الناس ديال أكادير غاديين يعرفوها. هادو الجنود الجزائريين في أكادير وفلا في مدينة الدار البيضاء، باش تعرفوهم راه لابسين دوك السراول ديال السندباد. هذه في مدينة فاس نواحي وجدة، هذه في مدينة الدار البيضاء نواحي مدينة وجدة. الجزائريين متوجهين نحو تدارت، هذه لا اون ديال ان جورنال. هذا مرضي الوالدين، جا هو وولدو، شوفوا العدد ديال الميداليات. هذا لو كون بوشخون مدينة الكارة نواحي الدار البيضاء. هذه عين الصفا نواحي وجدة. هذه في المدينة القديمة في فاس. هذا لو ريجيمون الجيريان في الجزائر قبل التوجه إلى المغرب. شوفوا نفس اللبسة، هادو لي زواف نوع آخر من الجيش الجزائري خدامين في لاكارير كيحفروا على الحجر باش يصوبوا الطريق. هذا اللباس ديالهم. هذا كون دو تيغايور الجيريان لا فرانس او ماروك، وهذه صورة معبرة جدا، الضباط فرنسيون والجنود جزائريون. هذا كان لو 5 ريجيمون دو سباي قبل التوجه إلى المغرب نحو تفعيلات 1914. هذه في مدينة مراكش، وهذا الشعار ديالهم، قراو معايا: الله معنا لعلامنا والفرنسا. دوزيام تيغايور الجيريان الفيلق الثاني، الشعار ديالو هو الله معنا من اجل علامنا ومن اجل فرنسا. راه علامنا ماشي علم ديال الجزائر، سي لو درابو تريكولور ديال فرنسا اللي كلكم كتعرفوه. الجزائري كيطلب الله يكون معاه على ود علام وعلى ود فرنسا. هادو صور القتلى الجزائريين، وهادو مراسم الدفن ديال واحد منهم بعد ان قتلته المقاومه. نقدر ندير فيديو ديال 10 الصور غير بهاد الصور، لان عندي منها بالمئات. اغلبيه الساحقه من الجيش الفرنسي ديال ليوطي من 1903 حتى النهار مشى ليوطي بحالو سنه 1925 كان مكون من جزائريين وبعض الفيالق ديال السنغاليين. نتوما عندي اعزاز بدرجه كبيره جدا. لذلك بعد قليل غادي نوريكم وثيقه نادره جدا، غادي نوريكم الجنرال ليوطي بشحمه ولحمه وهو يعلق الميداليات لجنوده الجزائريين. الجيش الفرنسي كان مكون من فيالق، كل فيلق عنده التخصص ديالو. كانوا لي تيغايور، لي زواف، لي سباي، لي مياري ولا لي جو اترونجير ولي غوم. المغاربه كيستعملوا بزاف كلمه الحركي لم يكونوا عسكريين، الحركي كانوا مدنيين في خدمه فرنسا. اما في الجيش ما كاينش الحركي. نبداو القصه من الاول ديالها. سنه 1830 فرنسا اخذت الجزائر من عند تركيا. عدد الجنود الفرنسيين ساعتها كانوا 30,000. كنظن أن تكلمنا في هذا الموضوع أن فرنسا لقلة جنودها حاولت بيع ثلثي الجزائر لتونس. هذيك الصفقة ما تمتش إلى آخره، راه الفيديو كاين. ابتداء من 1832 تم تكوين جيش فرنسي كل الجنود ديالو جزائريين يحملون اسم لي تيغايور. أول حاجة داروا هاد الجنود مرضيين الوالدين 1842 1847 لا كونكيت ديال الجزائر، استعمار الجزائر. لأن الجزائر اللي خدت فرنسا من عند تركيا كلكم عارفين أنها كانت مجرد مدينة الجزائر. باقي الأراضي الجزائريون هم من استعمروا أرضهم من أجل فرنسا. 1848 1857 لا باسيفيكاسيون ديال الجزائر، القضاء على أي ثورة ولا على أي قبيلة ترفض التواجد الفرنسي. هذا اللي تنقرا منه من الأرشيف العسكري الفرنسي. أول خروج لهذا الجيش هذا إلى الخارج غادي يكون سنة 1854 لا غير دو كريمي. لا كريمي هي هذيك كاين الحرب دابا ما بين روسيا واوكرانيا شبه جزيره القرم، هذيك اللي مضارب عليها روسيا واوكرانيا اليوم. حاربت من اجلها فرنسا سنه 1854 بجيش من الجزائريين. 1859 حرب فرنسا مع ايطاليا. سنه 1861 هزت فرنسا هذاك الجيش الجزائري ومشات استعمرت به السنغال. 1862 لا كوشانشين. لا كوشانشين هو الاسم القديم ديال فيتنام. هذاك الجيش هزوه من السنغال ومشاو استعمروا به فيتنام. 1862
1867 غتهزهم من فيتنام وغتمشي تحارب بهم في المكسيك. كيف ما سمعتي هزت الجيش الجزائري ومشاو يحاربوا من اجل امهم فرنسا في المكسيك. 1870 الحرب ما بين فرنسا والمانيا لا فرانكو بروسيان، كان هناك جيش جزائري يحارب في الالزاس لورين من اجل ام فرنسا، وانتصرت المانيا بالمناسبه. سنه 1859 اول نزول لهذا الجيش الجزائري في المغرب. غتصور ايش من حرب كانت ما بين المغرب وفرنسا 1859؟ لا، كانت لمساندة اسبان في معركة تطوان. هذا الجيش هذا هو الذي حارب ضد اميرهم عبد القادر 1864 1871 الى اخره. 1881 غتهز هذا الجيش هذا وستستعمر به تونس. 1883 هذا الجيش هذا غتهزو وغتمشي تحارب به في لوطونكا في الصين. 1895 غادي تحارب به في مدغشقر. وناتي لما يهمنا، ابتداء من 1903 ستستعمله في المغرب. هذا هو الجيش الفرنسي والمستعمرات الفرنسيه اللي كتسمى عليها. لم يكن هناك فيليب وجون بيير وكريستوف وميشيل، كانوا جزائريين لابسين حوايج فرنسا. الدوزيام فرانسيس حاربت بهم في اسيا وفي اوروبا وفي افريقيا وفي امريكا. ابتداء من 1880 فرنسا غتستعمل نوع اخر من الجيش، ما كان سميتو ميتيغايور، كان سميتو لي كومباني ساهريين. هادو هما باش غتاخد الاراضي ديال الصحراء الشرقيه. 1903 جنرال ليوتي بدأ الاستيلاء على الأراضي المغربية بجيشه الجزائري. هذا وثيقة أيضا من الأرشيف العسكري الفرنسي كتبين كل ريجيمون ولا كل فيلق فين كان كيحارب. باسيفيكاسيون دي ماروك، محاربة المقاومة في المغرب 1907 1934. فقط الفيالق الجزائرية حاربت في المغرب طيلة 27 سنة. دار الله خير ما كانتش مقاومة في المغرب هذيك 27 سنة. اش كانوا كيديروا؟ إهداء مني إلى الجزائريين من أصحاب ظالمة ومظلومة. الجنود الجزائريون حاربوا في فلسطين من أفريل 1917 إلى أكتوبر 1918. لم يحاربوا نصرة للشعب الفلسطيني، حاربوا في جيش فرنسا ضد الإمبراطورية العثمانية. سمعت يا بوصبع؟ أجدادك حاربوا مع أمك فرنسا ضد أجدادك الآخرين العثمانيين. أفريل 1917 أكتوبر 1918. هنا الفيالق الجزائرية بروميي دوزيام جوسكو 9 ريجيمون دو تيرايور الجيريان، وكل واحد المدة ديال الخدمة ديالو في المغرب. مثلا البروميي ريجيمون الفيالق الأول حارب في المغرب 1907 1920 1924 1925. الفيلق الثاني الثالث إلى آخره. أول مرة غيحطوا رجليهم في المغرب في الحرب ديال تطوان لمساندة إسبانيا إلى غاية 1955، يعني قرن من الزمن ونحن نحارب شيء سميتو فرنسا، اللي هو كان في الواقع جزائريين لابسين التوني ديال فرنسا. دوزيام فرانسيس. بطبيعة الحال ما غاديش نشوفوا كاع لي بطايا وكاع الحروب. كل المقاومة ديال المغرب سواء في الشرق ولا في الشمال ولا في الجنوب ولا في الدار البيضاء ولا في تادلة ولا في الأطلس ولا في الريف ولا في جميع المناطق المغربية بدون استثناء كانوا يحاربون ضد جزائريين يتكلمون بالفرنسية. هذا الشيء كتبت فيه عشرات الكتب وأطروحات الدكتوراه، ما يمكنش تشوفوه في ربع ساعة. غادي نعطيكم مثال واحد. هذا الكتاب كاين في المكتبة الوطنية الفرنسية، اللي كاتبه هو الكولونيل سينيول، قائد اللواء الثالث ديال لي ريجيمون دو سباي الجيريان من 1892 إلى 1923. لي سباي هما الصبايحية. كتب كتاب كيعاود القصة ديال الجيش ديالو. مقدمة الكتاب: الفيلق الثالث اللي هو القائد ديالو ديال الصبايحية prend part à tous les épisodes de notre pénétration au Maroc. لقد شاركنا في جميع المعارك لدخول المغرب. كيهضر على 1907. لقد تم اختيارنا للتوجه إلى المغرب. لو بروميي اسكادرون بقيادة الكابيتان دو كوفيرفيل توجه من باتنا إلى المغرب لمحاربة بني زناسن. الفيلق الثالث بقيادة الكابيتان جرباخ توجه من تبسة إلى المغرب ونزل في الدار البيضاء. 1911 الفيلق الرابع بقيادة الكابيتان دو بيف توجه إلى المغرب الغربي ونزل في مدينة الدار البيضاء. هذه كانت حرب الشاوية. أنا كيعاود الحرب اللي كانت في النواحي ديال مدينة وجدة طيلة 4 سنوات من 1907 إلى 1911. المعارك ديال التوريت من نادا كرسيف ودبدو. من بعد توجهوا إلى الأطلس، بني مكيلد، الحاجب، أكوراي، إفران وتيكريكرا. وكانت التفاصيل ديال جميع المعارك كل سنة شنو داروا. شهر جوان توجهوا من البر 1914 إلى مدينة خنيفرة. طبعا ما غنشوفوش الكتاب كله، ولكن الكتاب كيحكي المعارك ديال هاد الفيلق ديال الصبايحية. هنا يحكي ما وقع سنة 1900